سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة فطوركم. اليوم جبت لكم وصفة طاجين الحلو اللي على بالي كامل ديروه وكامل تعرفوه. اليوم جبت لكم الطريقة اللي ندير بها انا. نبداو على بركة الله. بسم الله. واش عندنا؟ عندي في طنجرة رايحة ندير كمية تاع الزبدة، مغرفة تاع الزبدة وشوية تاع الزيت، شوية مغرفة صغيرة تاع الزيت. رايحة ندير كيلة تاع السكر عادي، وعود تاع القرفة. الماء رايحة ندير 2 كيلات، يعني كيلة تاع السكر ب2 كيلات تاع الماء، ورايحه نخليهم فوق النار حتى يغليو، حتى يبدا يتبدل لا كولور ديالهم. وضفت لهم من بعد ضفت لهم نجمه، هذيك النجمه اللي يطيبوا بها، نجمه النار يقولوا لها. هنا نحركهم ونخليهم نخليه يغلي لي شويه السيرو ديالي. نجوز للفواكه الجافه اللي رايحه نديرهم. انا هنا كنت درت العينه المشمش والزبيب، وكان عندي كميه صغيره تاع الكيوي. كيلت كيله واحده تاع هذو تاع الفواكه الجافه. ومن بعد رايحه نسيباري العينه على الفواكه الجافه الاخرى، لانه العينه لو كان نديرها معهم راح تطلق ديك الكحوليه. سورتو دي فوا تجينا العينه شويه عيانه. درتهم كل واحد في بول، ودرت لهم كميه تاع الماء سخون باش هكذا نخليهم يتلقوا شويه. هنا بعد ما بدا يتغير لي، هنا كنت ضفت لهم هذيك النجمه وبدا يتغير لي اللون ديالو شويه. رايحه نضيف الزبيب والمشمش والكيوي. العينه هي الاخيره، لانه على بالكم ما تشدش طياب بالخفت ديريها سمينه تطفي. هنا نخليهم حتى يطبخوا لي ويزيد يشرب شويه هذاك السيرو ديالي، باش نضيف المشمش العينه ديالي عفوا. صراحة هذا طاجين الحلو سهل ماهل بالخف توجديه، وعلى بالي الأغلبية تاعكم تعرفوه، مي حبيت نبارطاجي معكم هاد لاغوسات. كاينه بالك وحده صغيره هذا وين دخلت الكوزينه ولا ما تعرفش تطيبوا، تجربوا وينجح لها ان شاء الله. هنا بعد ما قلت لكم زدت عقدت لي شويه هذيك الشربات ديالي السيرو اللي راني نطيب فيه. ضفت العينه ديالي، ندير لها 5 دقائق تغلي، ونضيف لها نصف فنجان تاع ما زهر. كيف نخليها حوالي 2 دقائق 3 تغلي، ونطفي عليها وطاجين الحلو ديالنا واجد. وكاين اللي يحب يزيد يدير له شباح الصفراء يدير له، حنا ماشي مضارين نديروه بشباح الصفراء، مي حبيت كاش نهار نسيه معكم الا كان عجبني. وهذا طاجين اللي على بالكم بلي يقعد شهر رمضان كامل هو داخل خارج الفريجيدة. يعني كل العائلات الجزائرية هكذا. المهم تكون الصحة والهنا. وهذا هو في طبق التقديم، زينته بشوية تاع الجلجلان ودرت له شوية تاع الجوز. وهذا هو. سلام، صحة فطوركم.